كابتن محمود الخطيب عمل اجتماع مع لعيبة النادي الأهلي وهم في أمريكا، وهو بيباشر العلاج بتاعه، فبيقول بيكلم اللعيبة طبعا في اجتماع زوم، يعني إن هو بيشجع قطراتهم، وإن شاء الله يحققوا إنجاز تاريخي مع الأهلي في كأس عالم أندية، وإن البطولة دي مش هتتكرر كتير، بقت كل 4 سنين، ما عادش زي كل سنة. و... ويحسب للنادي الأهلي إن هو دايما موجود في البطولات الكبيرة، وبالأخص طبعا إن أول مباراة في أول نسخة من كأس عالم أندية بشكلها الجديد، أول مباراة النادي الأهلي مرتبط بيها، يعني التاريخ هيذكر اسم النادي الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية في أول مباراة في أول نسخة ليه. طبعا سيبك بقى من الكلام ده كله، قبل أي حاجة ألف سلامة على كابتن محمود الخطيب، وإن شاء الله الشفاء العاجل إن شاء الله ليه، وإن شاء الله نشوفه قبل النهائي أو في النهائي بيشيل هو مثلا، يكون موجود مثلا لو نادي الاهلي مكمل مثلا في مربع الذهبي، يكون موجود مع اللعيبه، يعني بالمعنى الاصح ايه، يشجعهم، يخليهم ان هم يدوسوا على نفسهم، يعملوا اي حاجه، بس المهم انك انت تلعب في البطوله دي باسم النادي الاهلي، وده يفرق قوي مع جماهير النادي الاهلي. سيبك بقى من الكلام ده كله، جماهير نادي الزمالك لو كابتن محمود الخطيب راح، يقول لك هيقولوا ان كابتن محمود الخطيب عايز يروح ياخد اللقطه، زي العاده، يعني طول عمرنا بنسمع الكلام ده في اي مكان، او لما النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه بيقولوا الكلام ده. المره دي بقى، الوضع اختلف خالص. هتقولي الوضع اختلف ازاي وكابتن محمود الخطيب مش رايح؟ ده هو بيتعالج. هقول لك لا، جمهور نادي الزمالك بيقول ان امريكا منع دخول كابتن محمود الخطيب امريكا. يعني انت متخيل طريقه التفكير؟ يعني من كام يوم يقول لك هما كل الحاجات مش لاقيين اي حاجه قالوا له من النادي الاهلي في البطوله في اي حاجه. يعني النادي الاهلي راح قبل اي نادي تاني في امريكا عشان خاطر التدريبات، ويروح يلعب مباراه وديه والكلام ده كله. يقول لك طب ما الوداد راح قبل المباراه قبل البطوله ب4 ايام وما عملش ضجه وما عملش مش عارف ايه. تعال بقى من ناحيه تانية، وكنت عاملين كاس ليه وهي مباراه وديه ومش مباراه وديه؟ طب ما تروح تسال الشركه اللي هي الراعيه للمباراه دي. طب هو باتشوكا راح ليه لما انت باصص للنادي الاهلي ان هو رايح قبل الوداد؟ طب الوداد، انت هتجيب الوداد للنادي الاهلي؟ مع احترامي طبعا لجماهير نادي الوداد، ما علينا. يعني انت بتقارن حاجه بحاجه وملهاش اصلا علاقه يا راجل، ده انت رقم 2 بعد النادي الاهلي في البطولات القاريه، ومع ذلك النادي الاهلي فارق عن ضعفكم بزياده. تخيل بقى الوداد اللي معاه 3 ده بقى، ما علينا. فطلع يقول لك ان كابتن محمود الخطيب ممنوع ان هو يدخل امريكا. طب ممنوع ان هو يدخل امريكا ليه؟ بما انك انت بقى فطن قوي كده، ما تقول ايه السبب. سيظل جمهور نادي الزمالك، اقول لك ايه، بيضحك عليك. ده كفايه ان هم ماسكين الاله الحاسبه، ده كفايه ان هم ما بيكلموك على عدد التذاكر اللي ما اتباعتش اللي المفروض جمهور النادي الاهلي ياكلها، مع العلم ان جمهور النادي الاهلي موجود هنا في مصر. عايزين جمهور النادي الاهلي الموجود هنا في مصر يروح امريكا عشان خاطر يروح يشجع الفريق. انت متخيل التفكير؟ يعني كل واحد، اقول لك ايه، احنا هنا نروح حتى لو المبلغ كبير، انما انت عندك امريكا والسفاره بتاعتها، يعني اكيد لسه في اجراءات كتير المفروض انك انت تكون فيها، وفي نفس الوقت بنسبه 99% و9 من 10 ناس كتيره قوي ما بتعرفش ان هي تروح اصلا امريكا. دي حقيقه، مش بقول لك كلام كده وخلاص. فاللي موجود هناك دلوقتي هو ده اللي عرف ان هو يسافر، هو ده اللي مطابق للمواصفات بالمعنى الاصح من السفاره الامريكيه عندك هنا. ده انت بنفسك رحت هناك السفارة، او تفكيرك انك انت كنت عايز تروح السفارة الامريكية عشان خاطر تروح تشوف زيزو راح يعمل تأشيرة هناك ليه. المندوب بتاعك كان هيتقفش، ما كانش هيطلع منها، رغم ان ايه، نادي الزمالك طبعا معروف في مصر، واي مندوب ليها يعني المفروض يعني في تسهيلات كتير. انت بتتكلم في ايه؟ سيظل جمهور النادي الزمالك، مع احترامي طبعا للبعض اللي بيفهم،
ما هو الا ترديد لكلام مسؤولين المفروض ان هم بيفهموا في الكوره او بيفهموا في الاداره اكتر ما بيتكلموا، اكتر ما بيقللوا في البطوله بمعنى الاصح، او اكتر ما بيقللوا من اي حاجه النادي الاهلي بيخش فيها. هنفضل طول عمرنا بنسمع كلام ملوش علاقه بارض الواقع، بس في نفس الوقت جمهور الزمالك بيصدق. زي موضوع كابتن محمود الخطيب ان هو ممنوع يسافر امريكا. طب انت عارف ان هو مش هيسافر امريكا ليه؟ انا مستني رايك، اعرف بس انت ايه التفكير اللي وصلك ان هو ممنوع ان هو يسافر امريكا. مستني بس اعرف بس التعليق بتاعك بس.